السلام عليكم، كيفكم حبيباتي؟ شو اخباركم؟ كيف اموركم؟ ان شاء الله طيبين، كيف الصحة؟ ان شاء الله تمام. حبايبي، بالنسبة للناس كتير بيقولوا لي ليش ما بتحكي بلهجتك، ليش ما بتحكي بلهجتك. يعني انا بعتذر من الجميع، بس لهجتي على الراس والعين. بس كيف ما كتعرفوا مش كل اللي كيتفرجوا في الفيديوهات او كل اللي كيشاهدونا تيفهموا المغربية او تيهدروا بالمغربية. عشان هيك انا كان بحكي او كان هقدر باللغة العربية. لهجتي او غير لهجتي بتضل انها لغة العربية، وانا فخورة اني بتكلم باللغة العربية الحمد لله رب العالمين. هذا اول شيء. تاني شيء، يعني انا بحس انه يعني الاشياء على السريع بتوصل للناس وبيفهموها. هاي هي. واليوم بدي احكي باللهجة الأردنية، تحملوني. اليوم جبت لكم شغلة كتير 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 حلوة، كتير كتير حلوة للبشرة. عن جد أنا كتير عن جد الصبايا لو تيجوا تشوفوا ما بحط إلا كريم مرطب على البشرة، غير المرطب ما بحط إشي. يعني كله الحمد لله الحمد لله كله بينحط طبيعي وكله. ودايما بحكيها إذا ما نفعك ما بضرك. أول شي بتجيبوا لي كاستين مي، وبناخد ملعقتين بدور الكتان. هيها ملعقتين بدور الكتان، بنحركهم هيك وبنغليهم. هدول شو بدي اعمل بيهم؟ هدول بدي اعمل بيهم ماسكات للوجه، 2 ماسكات، 2 للوجه، للخطوط الرفيعة اللي تحت العين، للخطوط الرفيعة اللي بالجبهة، للخطوط الرفيعة اللي عند الجنب التوم. عن جد اشي فخم 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 فخم. ولما تجربوها عن جد رح تدعوا لي. يعني كل اللي بيحكي عن الكولاجين يعني ما بتحكي. السلام عليكم حبيباتي، كيفكم؟ شو اخباركم؟ كيف اموركم؟ ان شاء الله طيبين، كيف الصحة؟ ان شاء الله بخير وعلى خير. اليوم حبيباتي، بما انه شفت ناس كثيرة بتسأل عن القهوة المخمرة، وبتسأل عن طريقة القهوة المخمرة للدكتور حسن سعيد. صراحة ربنا والله ما في وصفة عملها هالدكتور إلا وكانت طب الطب. يعني عن جد عن جد، يعني ما شاء الله تبارك الرحمن، وصفاته كتير ممتازة للشعر، للوجه، الله يعطيه الصحة والعافية. أنا والله العظيم جربتها وشفت ناس كتير بيسألوا عنها، ودخلت سألت عنها ودورت عليها. بعد ما لقيتها جيت وجربتها. بعد ما جربتها أنا غنوريكم الطريقة كيفاش كتعمل، كيف تستخدم. ولكن سهلة، ما بدها اشي، يعني ما بدها بتاتا اشي. تاخدي نص لتر مي، نص لتر مي، اوكي. انا عشان جهزيتها تاخدي نص لتر مي، بتحطي فيه 5 معالق قهوة تركي او قهوة تركي، بس ما تكون مخلوطة باشي، تكون القهوة سادة لحالها. يفضل انك القهوة تطحنيها قدامك عشان ما يكون محطط فيها اي نكهات او اشي، يعني تكون القهوة سادة. تطحنيها، تاخدي نص لتر مي، تحطي معها 5 معالق ميه، 5 معالق قهوه، وتحطيها بتغلي. تغلي تقريبا شي 10 دقائق. بعد ما بتغلي تجيبي قزازه او مرطبان، اي شي عندك، عشان لانه ليش بدنا نحافظ عليها فيه، بدنا نحافظ عليها فيه. بتحطيها زي هيك مع الحتل مع كل اشي. انا بقول لكم يعني انا قربت تخلص عندي. مع الحتل مع كل اشي زي هيك، تحطها بالمرتبة، اوكي. وبتخفيها في مكان مظلم، بتخفيها بمكان مظلم لمدة 3 ايام اقل شيء، 3 ايام 4 ايام تخفيها بمكان مظلم وتخليها. بعد ال3 ايام الاربع، المهم بعد ما بتخفيها بمكان مظلم 3 ايام 4 ايام، تيجي بها بتصفيها، اوكي. بتصفيها، بتحطيها ببخاخ، بتحطيها ببخاخ، وبتضلك مرتين باليوم تبخي منها على شعرك، مرتين باليوم. صدقوني عن جد عن جد عن جد، الله يعطيك الصحة دكتور حسن سعيد، الله يعطيه الصحة عن جد عن جد عن جد. وجربوها على فكرة، من أسبوع واحد راح تشوفوا اختلاف كلي بالشعر. حتشوفوا اختلاف في تساقط الشعر. وصفة خطيرة لتساقط الشعر، جربوها وما راح تندموا، وراح تدعوا لي. وبالتوفيق للجميع. حبايبي لا تنسوني من اللايك والاشتراك، شجعوني شوي، شجعوني والله. اي وصفة بتطلع هيك فريش وتستفيد منها بنزلكم اياها. حبايب قلبي، يعطيكم الف عافية وايامكم سعيدة وبصحة وسلامة وهداة بال وكل ما بتتمنوا.
بالتوفيق للجميع. باي. المهم بعد ما بتخفيها بمكان مظلم 3 ايام 4 ايام، بتيجي بها بتصفيها. اوكي بتصفيها، بتحطيها ببخاخ. بتحطيها ببخاخ وبتضلك مرتين باليوم تبخي منها على شعرك، مرتين باليوم. صدقوني عن جد عن جد عن جد. الله يعطيك الصحة دكتور حسن سعيد، الله يعطيه الصحة عن جد عن جد عن جد. وجربوها على فكرة، من أسبوع واحد راح تشوفوا اختلاف كلي بالشعر. حتشوفوا اختلاف في تساقط الشعر. وصفة خطيرة لتساقط الشعر، جربوها وما راح تندموا وراح تدعوا لي. وبالتوفيق للجميع. حبايبي لا تنسوني من اللايك والاشتراك، شجعوني شوي، شجعوني والله. اي وصفة بتطلع هيك فريش وتستفيد منها بنزلك اياها. حبايب قلبي يعطيكم الف عافية وايامكم سعيدة وبصحة وسلامة وهداة بال وكل ما بتتمنوا. بالتوفيق للجميع. باي. تتركيه نص ساعة لما ينشف. هاي تبعت العسل وبذرة الكتان، تتركيها نص ساعة تقريبا لما ينشف، وبتغسلي وجهك وتطريه مرطب، كريم مرطب. هاي تبعت البيض نفس الطريقة، بتدهنيها كمان على ايدك وبتتركيها على وجهك نص ساعة. بعد ما ينشف وجهك بتغسليه وبتحطي كريم مرطب. صدقوني يا جماعة عن جد اقسم بالله، اخفاء البقع السوداء، الحب، كولاجين، خطوط الرفيعة، اشي مو طبيعي يعني. جد جربوها وما راح تندموا. وانا ما راح اضيع الوصفتين على فكرة. اليوم حجرب هاي وعادي بحفظ على هاي للثلاجة لبكرة وبجرب هاي. يلا يعطيكم العافية وما تنسوني من اللايك والاشتراك، وشكرا كتير لكم وتحملوني لانه خطوة بخطوة بمشي معاكم. يعطيكم العافية واشوفكم ان شاء الله على خير وسلام. يلا سلام عليكم. الوصفة الثانية بدي اجيب بيض، بياض بيضة. بدي احط بياض بيضة، بدي احركه لما يصير زي بياض الثلج. شايفين؟ انا يعني طولت وانا بحرك عشان بدي استخدمها، يعني حرام اكبها، يعني تستفيد منها. اوكي، هو لازم يصير بياض ثلج اكثر من هيك، بس انا عشان توقيت الفيديو ما بديش اطول عليكم اكثر. تيجي كمان تاخدي ملعقتين من جيل الكتان، جل بودر الكتان، بضلك تخلطي. وتستفيد. هذا اللي بضل عندي عشان مثلا بدي استخدم لشعري، بدي استخدم كده، ما بدي اضيعه، بدي احطه شايفين مرتبان واخليه بالثلاجة وقت ما بدي بستخدمه. ما بيضيع يعني، صدقا ما بيضيع. هلا الوصفة الأولى تبع العسل وبذرة الكتان، أنا ما بقدر أطلع لكم بوجهي. تمسكي زي هيك وتدهني براحتك. طلع تدهن وبتتركيه نص ساعة. حبايبي هيها من بعد ما غليت، طلعوا كيف بتصير عبارة عن جل. هلا أنا بدي أخده وأصفيه. بنصفيه زي هيك. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. لأنه مثلا بدي أصفيه وأحطه بقزازة فاضية، وقت ما بدي بستخدم منه لشعري للوجهي لأنه بيضل عندك بالثلاجة عادي شهر كامل بالثلاجة، ما بيصير عليه إشي. تقدري تحطيه بالثلاجة ما بيصير عليه إشي.
هلا اول وصفة للتجاعيد وللخطوط الرفيعة. بدنا ناخد 3 معالق، شايفين 3 معالق. هو لما يبرد بيتقل معاك اكتر، يعني لما بيبرد بيتقل معاك اكتر. 3 معالق من الجل، وبنحط معاهم ملعقة عسل أصلي. هاي أول وصفة. شفتوا شايفين كيف جل. هاي بتحطي عليها ملعقة عسل أصلي، بتحطيها على وجهك، بتخليه لما ينشف حوالي نص ساعة. هاي تستخدم 2 مرات بالأسبوع. وصفة راح تشوفوا الفرق خيال، عن جد يا جماعة الفرق خيال والله. جربوها.